فيديو النهارده عن كريتوس، علمك ازاي تعمل فورمة اله الحرب بنفسه، ذا جود اوف وور. الراجل ده يا جدعان فورمته غشيمه، فورمة واحد في الدبليو دبليو اي. عشان توصل يا باشا الفورمه زي دي انت يعني لازم تكون وحش. عارف السترونج مان اللي هو التمارين التقيله دي، لازم تكون بتتمرن بالطريقه دي. بتتمرن بطرق كونفنشنال وان كونفنشنال. كونفنشنال في ناحيه ان انت بتشيل بقى تمارين الهاي بالبار التقيله، سكوات، ديد ليفت، بنش كده. طبعا تركز على الاوفر هيد بريس والحاجات اللي هي فانكشنال اكتر. وان كونفنشنال انت يعني تكون بتحرك جسمك بطرق غريبه وعجيبه وكتير، انك تشيل اوزان بطريقه غريبه، انك تعمل تمارين ليها دعوه بالنفس اكتر والقوه والتحمل وحاجات ورا بعض كتير. زي تمرين نزلتها في اخر فيديو المان ميكرز. التمرين دي اسمها صانع الرجال زي ما قلت كده ايه في الفيديو، اتفرج عليه. بس انت عايز تمرين زيها كده، حاجات كده ايه تجيب اخرك، تشيل اوزان تقيله وتكون رايح جاي ونفس ومش عارف ايه وكده. ركز جدا على الكور، لازم الكور عندك يكون قوي جدا. مفيش بني ادم عضلاته قويه وبيعرف يشيل اوزان تقيله وكده والكور عنده يكون ضعيف ابدا. اتكلم عن الاكل بقى. بص يا باشا، فوق بقى من حوار الدايت وكده، التاكل شبه البغل من الاخر كده. لو انت مهتم اكتر بان انت تعمل فورمه كريتوس او اي حد تاني عامه، اولا نزلت فيديوهات كتير جدا عن شخصيات كتير ونصايح بقى جيم وبتاع ومش عارف ايه. ثانيا اونلاين كوتشنج يا باشا، ابعت لي وهظبطك. يعني بص بقى ايه، انا مفيش احسن مني، مش تطبيل والله، بس الحمد لله يعني وصلت الليفل محترم جدا في الكوتشنج. شغال على ارض الواقع اكتر من اونلاين كمان. معايا الحمد لله كلاينتس كتير جدا محترمين، ومفيش حد وقع تحت ايدي غير لما غيرت حياته بمعنى الكلمه. فالحمد لله يعني. لو عايز تجرب تعالى يا باشا وتنور في اي وقت.